اسكندريه تاكل منين احسن كبده اسكندراني؟ خدت الشباب وطلعنا على محطه الرمل ويلا بينا. طلبنا من محلات مشهوره في اسكندريه لكل الناس وحاجات مشهوره للاسكندرانيه بس، وهم الحرش وابو حلمي والفلاح وعم امين. ودي المحتويات اللي بتيجي مع السندوتشات من كل مكان. جبنا من كل مكان سندوتشين والاسعار كانت 8 و10 جنيه. وده شكل كل ساندوتش قبل الاكل والحشو بتاعهم. اول واحد كان عم امين والحشو بتاعه مظبوط والساندوتش مظبوط قوي. وده الحرش وهو اغلاهم وهنرجع له بعدين. وده حشو الفلاح. واخيرا ابو حلمي. واهم حاجه في الكبده الاسكندراني عصره الليمون. اعصر وقسم ودوق يا اخي. لا ظبط الكلام. حلوه. طعم سندوتشات عم امين عجبتنا قوي عشان هو ساندوتش متكامل وتقطيع الكبده رفيع مش عصافيري فرايق قوي. قلت لك اهم حاجه في الاكله دي الليمون. ايه يا معلم ده؟ ايه ده؟ بص ثلاث حتت كبده بالظبط. ده هزار ده هزار والله. ده ب 10 جنيه. ده بقى كان الحرش وطبعا راينا باين. بص انا خدت نص رغيف في حته كبده واحده. وهنا كنت بقول ان الطعم حلو لكن الكبده قليله وعبد الله اكد عليا وقال انها متحرشه جامد. خلاص بقى حفظته المفروض. المهم ده كان ابو حلمي وده راي خالد فيه. سندوتش متهرول.